بيدي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر، بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. أهو حاسوبي الرائع فيه علم ومنافع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميس داليا. النهاردة يا أطفالي هشرح لكم أول حاجة خالص في الحاسوب، وهو ما هي مكونات الحاسوب. الحاسوب مكوناته الشاشة، لوحة المفاتيح، والفارة أو الماوس، وصندوق حفظ البيانات أو الكيس. أول حاجة معانا هي الشاشة. الشاشة جزء منفصل عن الحاسوب، بس هي أهم مكون للحاسب الآلي، لأن اللي من خلاله بيتم عرض كافة المعلومات والتطبيقات والألعاب والفيديوهات والموسيقى، وبنتفرج من خلالها على كل حاجة احنا عاوزينها. الشاشة كمان فيها نوعين، فيها نوع قديم شوية شبه التلفزيونات القديمة كده، والنوع الجديد اللي هو LCD. أنواع حديثة بتتميز بجودتها العالية ورؤيتها الواضحة. بيتم اتصال الشاشة بجهاز الكمبيوتر بواسطة مجموعة من الكابلات المختلفة. نيجي لتاني حاجة وهي لوحة المفاتيح. بتعد لوحة المفاتيح جزء هام من الحاسوب أو من الكمبيوتر، وهي ضمن أجزائه الخارجية برضه، بس المهمة بنستخدمها لوحة المفاتيح بندخل من خلالها المعلومات، أو بنكتب عليها كل البيانات. بنكتب عليها حروف بنكون منها كلمات، والكلمات بنكون منها معلومات. نيجي لتالت حاجة وهي الفارة أو الماوس. بتعد الفارة أو الماوس من مكونات الحاسب الآلي. هي جهاز أو أداة بتستخدم من خلال الضغط عليها من خلال زرارين، زرار يمين وزرار شمال. من خلالها بيطلع سهم على شاشة الكمبيوتر، بنحدد احنا عاوزين ايه، وبنمشي بالفارة او بنمشي بالماوس على كل البيانات على الشاشة عشان نختار العنصر اللي احنا عايزينه، وبنفتحه وبنشتغل عليه. عايزين نتفرج على كرتون معاكم يا اطفال، هندوس على كرتون ونختار الفيديو اللي احنا عايزينه وهنسمعه مع بعض. عايزين من خلال الفارة ولوحة المفاتيح والشاشة نختار نكتب حاجة على برنامج وورد أو إكسل، بنختارها من خلال الماوس وبنبدأ نكتب من خلال لوحة المفاتيح، بتظهر لنا على الشاشة. كل ده كله متكون في حاجة اسمها الكيس أو صندوق حفظ البيانات. صندوق حفظ البيانات أهم حاجة في الجهاز الكمبيوتر أو في الحاسوب يا أطفالي. بنستخرج منه المعلومات المحفوظة وقت ما نحتاجها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. انتظروني مع حلقة جديدة من برنامجنا المبرمج الصغير. إلى اللقاء.